عاشت قوات سوريا الديمقراطية، عاشت قوات سوريا الديمقراطية، تسقط الفاشية التركية، تسقط الفاشية التركية. شرف لي أن أتكلم أمام أهلي ومن حافظهم على هذه المنطقة، عوائل الشهداء. هذا شرف لنا كبير. ونحن بداية عندما كنا في بداية التحرير كان مع عوائل الشهداء من الأوائل، وكانوا لهم دور كبير. وعندما نقول دائما ننحني أمام عوائل الشهداء، وننحني أمام أبناء الشهداء وأمهات الشهداء. لدينا عدوان، ومن البداية ومن عام 2014 هذا العدو يتربص لمناطقنا، ودائما نحن لهم بالمرصاد. أين هم؟ هم من خططهم لتدمير هذه البلاد، من خططهم تدمير الإدارات، من خططهم تدمير المرأة، من خططهم تدمير الشبيبة، من خططهم تدمير النسيج الاجتماعي. نحن أبناء شمال وشرق سوريا وأبناء جميع المكونات، نحن واقفين بالمرصاد أمام من يتربص في هذه البلاد. نحن أمام شعبنا وأمام قواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، ننحني أمام ذلك القوات. هؤلاء القوات الذين ضحوا من أجل هذه البلاد. عندما نقول قوات سوريا الديمقراطية، قوات قاتلت ودحرت داعش، قوات لديها ذكريات. ما هي الذكريات؟ ذكريات قوية. تحت كل شبر لدينا ذكرى، تحت كل وادي لدينا ذكرى، تحت كل شجرة لدينا ذكرى، تحت كل بناية لدينا ذكرى. اليوم عندما نتكلم باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. هذه الإدارة هي صنيعة عوائل الشهداء، صنيعة المجالس، صنيعة المرأة، صنيعة الشبيبة. عندما نتكلم عن أبنائنا وأمهاتنا في جميع المكونات، هنا مناضلات بقوة، مناضلات بشراسة. بناتنا الذين قاتلوا، أبنائنا الذين قتلوا واستشهدوا في سبيل هذه القضية. عندما نتكلم عن الشهداء لدينا مخططات ولديهم مخططات. نحن بالأمس تكلمنا واليوم نتكلم. نحن من نسيج هذا الوطن، من نسيج سوريا موحدة أرضا وشعبا، ولكن للأسف الشديد كثير من تخلى عن مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. لماذا؟ لأنه هو انبثق من الشعب وإلى الشعب. لذلك نقول لأهلنا ولشعبنا وبناتنا وأبنائنا وعوائل شهدائنا، اليوم لدينا تهديدات، ولدينا من الطاغية أردوغان. ليس بالغريب منذ عام 2014، منذ تأسيس أول إدارة في شمال وشرق سوريا كان هذا التهديد. ولكن بفضل أبنائنا وبناتنا، وبفضل قوات سوريا الديمقراطية، وبفضل الإدارات المدنية والإدارات الذاتية، وبفضل شبيبتنا، اليوم دحرنا كثير من هذه المخططات. ما تقوم به الدول الاحتلال التركي من قصف بالطائرات والأسلحة الثقيلة والسلاح الغدر الممثل بالمسيرات على المناطق الأهلة بالمدنيين الذين لم يرخصوا لسياساتها التهجيرية طيلة السنوات الماضية هو الإرهاب بأعلى مستوياته، وهذا يدل على ذهنيتها الدموية الموروثة من أجدادها العثمانية، تلك الذهنية التي كانت تحرك وتحرض بها أدواتها الإرهابية.
بدءا من النصرة إلى مرتزقتها في الجيش الوطني في شمال غرب سوريا إلى داعش عبر مراحل سيطرتها على المناطق في سوريا والعراق، فهي كانت نماذج مختلفة بالأسماء ولكن مشتركة بالهدف والقذارة. فالتصعيد التركي الأخير وفبركات أجهزة استخباراتها ومسؤوليتها هو دليل على التخبط التركي وفقدانه للبوصلة، وهو دليل صارخ على عدم جدوى كل سياساتها التي قامت بها تجاه مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية التي أثبتت جدارتها وثباتها ولم تتزعزع يوما نتيجة السياسات التركية، وإثبتت أنها التجربة الوحيدة التي تمثل تطلعات الشعب السوري وتزيد من أوصر التكاتف والتلاحم وتحافظ على القيم المجتمعية دون المساس بالهوية والخصوصية. لذا المكونات على العكس ما قامت به هي ومرتزقتها وأدواتها من تفتيت وتنكير وتشريد وتغيير ديمغرافي في كل بقعة يتواجدون عليها، وعفرين وسرية كانية وتل أبيض وبقية مناطق سيطرتها خير شاهد على ذلك. لذلك إننا كمؤسسة عوائل الشهداء في الرقة ندعو أهلنا وشعبنا وكل مكونات المنطقة إلى الوعي بسياسة دولة الاحتلال التركية الإنكارية، واليقين بأنها سياستها لا تستهدف مكونات بعينة، وإنما تستهدف التجربة الديمقراطية وحالة الاستقرار والتألف التي ولدت إبان التحرر من أدوات الدولة التركية الإجرامية التي أتت بها تركيا من خلال حدوثها من جميع أصعاب العالم وسلطت سيوفهم على رقاب شبابنا وأهلينا دون أن تحرك ساكنا. أن ذاك على العكس كانت مجاورة لحدودها أيضا وتزودهم بكل ما يمكنهم ويزود من إجرامهم بحق شعوب ومكونات المنطقة. لذلك ندين ونستنكر كل من التحالف الدولي وروسيا ذا صمتهم كون الدولة التركية تقوم بالمجازر على إمراء أعينهم وتقصف قواعد قواتنا على بعد أمتار من مناطق تواجدهم، وهذا إن دل يدل على أنهم شركاء فيما تقوم به الدول التركية، وهذا لئيما لاعتراف المواثيق العسكرية كونها تدعي بأنها دولة حليفة وضامنة للحل، ويعتبر عدم الوفاء لما قدمته قواتنا سوريا الديمقراطية التي قدمت الآلاف من خيرة أبناؤنا وبناتنا وقرابينا في المعارك ضد الإرهاب الممثل بداعش من مختلف مكونات المنطقة دفاعا عن الكرامة الإنسانية. وبناء عليه نعاهد شهدائنا الذين بفضلهم نحن هنا، ونعلم بأن بالحياة الكريمة بأننا نحافظ على المكتسبات التي أورثوها لنا بدمائهم الزكية، ونقول كلنا مشروع شهادة حين المساس بما استشهدتم لأجله، إلا وهو مشروع الإدارة الذاتية القائم على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الممثلة بالأمة الديمقراطية.